ايه اكتر حاجه مميزه بتحبها في العيد في بلدك؟ اكتر حاجه بحبها في العيد في مصر ودمياط هي طبعا صلاه العيد. صلاة العيد صلاة العيد. بالعيد بسوريا الشام احنا اخر يوم رمضان بنواصله مع اول يوم بالعيد، فما في نوم من باب التجهيزات والتحضيرات للعيد. بتقضي اول يوم في العيد في بلدك ازاي؟ أول حاجة بنصلي العيد، وبعد كده كان والدي بياخدنا إحنا والعيلة وكده، ونروح نعيد على قرايبنا وكده. وانا بالنسبه لي العيد كبقضيه في بلدي هو اول 3-4 ساعات مع الاهل ونهزر وكده. بعدين الصراحه برجع البيت بجهز عجلتي وحاجتي وبطلع بقى كده ايه يعني اخد لفه طويله اسافر بيها او مش اسافر يعني، بس بلف كده اروح بورسعيد اروح المنصوره. والله في عدن هو العيد اصلا بيبدا عندنا الساعه 6 الفجر، 6 الصبح بنصلي العيد ونروح البيت ناخد الفطار. بعد الفطار نسلم على اهل، بعد الاهل ناخد العيديه، بعد العيديه نروح نتفسح، بعد الفسحه نرجع البيت نغير هدومنا العصريه مره ثانيه. اول يوم بالعيد بنقضيه ببيت العيله، في بيت الجد والجده. بنكون كل العيله مجتمعين وبنعمل مثل غدا جماعي ونجتمع كلنا ونقعد على بعض والكل بيكون مبسوط جو العيله حلو كثير بالشام. هو شيء مش يعني متعلق في اليمن او في صنعاء او في حضرموت سواء كان، انما شيء متعلق في عائلتنا احنا، اللي هو يكون بعد صلاة العيد الوالد دايما بيعمل الكبدة. طبعا ما حد يدخل غير الوالد في المطبخ، وبعد كده تيجي فقرة النوم إلى صلاة الظهر والمشاوي. لو العيد هيتلخص في اكله كان هيبقى ايه وليه؟ مشهور عندنا أوي الفتة دي أول يوم العيد، يعني دي حاجة يعني يعني تقريبا من مراسم العيد يعني. المشاوي تبع الوالد المعمول بالفستق الحلبي. ليه؟ لأنه ما بقدر أوصف لك قديش طيب، شيء جدا ظريف. هو الرز والشوربه واللحمه لا في عدن معروفه الزربيان هي اكله العيد. الزربيان مع العشار والهلوى، حط لي هلوى هنا. ايه الموقف اللي حصل لك في العيد ومش ممكن تنساه؟ ومن وانا صغير عندي 4-5 سنين كده يعني، كنت عامل حسابي ان انا ما يبقاش عندي لبس عيد يعني كده. وبابا يعني ساعتها الصراحه يعني كان في اليوم ده تعب في الشغل جدا جدا، وجي جاب فلوس الشغل كلها وادى لوالدتي، ورحنا اشترينا قميص جديد عايد بيه. فالموقف ده ما زال يعني مؤثر فيا لغايه دلوقتي. أي موقف بالعيد بيكون كثير حلو. ليش؟ لأنه بالشام. مرة في عيد الأضحى في اليمن احنا عادة نذبح في البيت، التيس طعم يجري وراسه معلق يعني. كنت والدي جاب لي بندقيه بلعب فيها فجبتها في عين اخويا، بس خد مني البندقيه تاني ما كملتش معايا ساعتين يعني. والله انا كنت متوقع السؤال ده لانه ده بتذكره بكل عيد. كان في مره في عيد 2011 او 10 اول مره ابراهيم يلبس بنطلون ابيض. نزلت العصريه يا دوب طلعت من باب الشارع، اخذت حبه دوبلكس اقلبنا كده فطحت وانقطع البنطلون من الركبه، وحصلت تهزيء من ست الوالده الله يحفظها. بمناسبه الست الوالده، ايه اغرب لبس والدتك لبسته لك وانت صغير؟ لا ده في كتير، ممكن ابقى ابعت لكم صوره تحطوها هنا ولا لا ما تحطوهاش حاجه. لا اللبس يعني ربنا يستر علينا، بس ربنا ستر علينا. عايز اكشف نفسي يعني انا ليه؟ عايزين نعرف. والله كان تيشيرت احمر فيه حاجه ذهبيه هنا كده مش عارف. تخيل ابراهيم بالله يلبسنا ايه. بس تقريبا في صف 9 لبس كان عيد، كنا متأخرين عشان نروح نشتري لبس العيد، فكان الثوب شوية قصير فكانت الدنيا مبهدلة لا بصراحه ما حصلش معايا قبل كده انه غريب، وكل الفكره بس في المقاس انه ممكن ساعات يبقى كبير سنه ولا حاجه. طقم رسمي مع بابيونة حمراء، هو لونه بني على فكرة. مع بابيونة حمراء، وكتير استغربت. صح كنت صغير بس من كتر انه ما انفجعت فيه فما حبيته، لبسته اول يوم بس وما. كان مرة من المرات عندي 10 سنين مثلا، والدتي كان جابت لي ترنج كده يعني قد مرتين تقريبا، قعد معايا كذا سنة. ايه الحاجه اللي اتغيرت في العيد بين زمان ودلوقتي؟ الناس للأسف الألفة
يمكن في عالم كتير سافرت من البلد، في عالم كتير ما عاد شفناهم بالعيد، يعني بس فقدان الأحبة وفراقهم الصعب. الروح، يعني الروح زمان كنا دايما في اطفال كتير بتاع، يعني واحنا اطفال في القريه يعني، فكان في روح كويسه جدا، ان نشتري بقى مسدسات وبتاع حاجه كده. لكن دلوقتي خلاص كبرنا فالامور يعني اختلفت يعني. الله. ايه اكبر مبلغ اخدته كعيديه؟ 100,000 ليرة سوري، بما يقارب هلا $10 يعني. في اليمن في عدن يعني كان 15,000 اليمني، ده في زمان يعني كان اولموست $70-80. ده اكثر مبلغ. كاش تبقى اوفر يعني. احنا بالنسبه لنا العيديه بيبقى في حاجات غير العيديه كحاجات ملموسه، لكن لو فلوس يعني ما اعتقدش ان هي عدت قبل كده ال 500 او 200 حاجات كده من 200 ل 500 مش اكتر. هو المبلغ يعني دلوقتي صغير جدا، لكن زمان كان كبير جدا، برضو من 35 سنه تقريبا يعني. في عمي جوز خالتي يعني كان اداني 5 جنيه. 5 جنيه دي صراحه كان رقم مهول ساعتها في الوقت ده، يعني تقريبا كان نص مرتب لموظف ولا حاجه ساعتها. فال 5 جنيه دي صراحه كان رقم كبير جدا جدا، انا ما كنتش متخيله ومأثر فيا لغايه دلوقتي، وفاكره كويس جدا لغايه دلوقتي. يا ما يبقاش اصلا المبلغ موجود، فاول ما يوصل المبلغ عند اي حد من الاهل على طول فيها فاير ووركس، اي حاجه، جيمز، اي حاجه.